طبعا بقى نيجي بقى للاكسس اللي هو الزي 6000، ونشوف ازاي نقدر نبرمجه اكسس بوينت، انه جوه بيت، جوه محل، جوه كافيتيريا، ايا كان. احنا الاكسس بوينت عندي بينقسم لنوعين. النوع الاولاني انا هشغله على فتحة الوان، اكسس بوينت على فتحة الوان ولا اكسس بوينت على اللان. الوان دي لو انا مثلا واحد مشترك في سيرفر وهتشغله برود باند، فبنشغله على الوان هنا، وبعد كده الباقي دول الاربعه دول خروج معايا لكمبيوتر لاكسس تاني بعديه، مفيش مشكله. طبعا دي لها برمجه ودي لها طريقه برمجه. الناس اللي هتشتغل على هوت سبوت ممكن تشتغل برضو على فتح على على اللانات مش على الوان. براحتك على حسب ما انت بتبرمج. فانا هقول لك ازاي تبرمجه على فتحه الوان اكسس بوينت، وازاي تبرمجه على اللان اكسس بوينت برضه. طيب هنبتدي الاول، احنا عايزين نبرمجه على فتحه الوان. يبقى اكسس بوينت هنشغله مثلا برود باند، هنشغله يسحب من راوتر قبليه او كده. فهنشوف هتبقى على فتحه الوان ازاي، على فتحه الوان اللي هي الفتحه السوداء. نبتدي مع بعض كده ونقول بسم الله. هنيجي في النتورك بيزك سيتنج نتورك، ونقول له انا عايز الوان بتاعتي اللي هي قلنا زي ما قلنا الفتحه السوداء، هناخدها مثلا دي اتش سي بي. ونقول له هنا آه لو انا الراوتر بتاعي الاي بي بتاعه واحد واحد، فانا يستحسن ان انا اغير الاي بي بتاع الجهاز مثلا ل 100.1، ونغير الدي اتش سي بي بتاعتي. طبعا احنا لازم نكون مفعلين الدي اتش سي بي بتاعي، الاوتوماتيك بتاع الجهاز لازم نكون مفعلينه. ونقول له اوكي. احنا طبعا اخترنا هنا ان الوان بتاعتي قلنا له هتاخد اوتوماتيك من الاب، من اكسس قبل منك او من راوتر قبل منك جاي لك بسلك. الوضع الاكسس بوينت بتاعي اكسس بوينت عادي. الوايرلس مود اوتوماتيك مفيش مشكله. اس اس اي دي بنسميها اي حاجه، وليكن مثلا ال جي 6000. القناه بتاعتي بنسيبها اوتوماتيك او على حسب ما انت عايز، لو انت عايز تحدد لها قناه معينه، بس انا عن نفسي بفضل اسيبها اوتوماتيك. الشانل ويدث ممكن نخليها 20، انا بفضل 20. السكيورتي لو انت عايز تحط له باسورد، وطبعا لازم نحط له باسورد والا الناس كلها تقعد تحت البيت او في المكان اللي انا فيه تقعد تشتغل نت. هنقول مثلا الباسورد بتاعي 4 وحيد 4 4. ونقول له سيف. نستنى، هو دلوقتي بيرفع عشان هيرجع للاي بي الجديد اللي هو 100.1. آه تمام. نروح نفتح الجهاز مش هتشتغل ولا لسه. تمام كده انا برمجت الجهاز معايا بوضع اكسس بوينت عن طريق فتحة الوان اللي هي الفتحة السوداء دي. طيب نجرب بقى ونشوف. طبعا زي ما احنا شايفين احنا عملنا الجهاز دلوقتي بوضع اكسس بوينت على ان الوان هتاخد دي اتش سي بي من جهاز قبل منها، سواء راوتر او اكسس بوينت او ايا كان. وزي ما احنا شايفين كونكشن جهاز سحب اي بيهات من الجهاز اللي قبله. وزي نجرب بقى كده نشوف في نت ولا مفيش. شوف اليوتيوب. تمام النت شغال معايا تمام اهو. تمام زي ما احنا شايفين اهو. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنبرمج الجهاز اكسس بوينت على فتحة الوان، فتحة الوان الفتحة السوداء تاني وبأكد. نراجع مراجعة سريعة. بنروح على البيزك نتورك، بيزك سيتنج على النتورك، بنخلي الوان بتاعي دي اتش سي بي او برود باند. احنا هنجرب برضو البرود باند دلوقتي، بس احنا حاليا مخلينا دي اتش سي بي. بننزل بعد كده بنخلي الدي اتش سي بي بتاعي، بنغير اي بي الجهاز لاي اي بي تاني، عشان لو في راوتر او اكسس واخد نفس الاي بي ما يعملش معايا كونفليكت اللي هي قافله في الشبكه. الدي اتش سي بي بنفعلها، بعد كده بنقول له اوكي. برضو بننزل هنا الاكسس بوينت بتخليها اكسس بوينت. الوايرلس نتورك بنخليها اوتو، اسم الشبكه ايا كان الاسم اللي انت عايزه. بتختار نوع التشفير بتاعك WPA2 بيرسونال، وبتخلي تحط الباسورد اللي انت عايزه، وعلى كده. وبعد كده قول سيف، ونشوف الجهاز لما بيشتغل معايا زي ما احنا شايفين اشتغل معانا دلوقتي وسحب ايباد والنت شغال معايا وكل حاجة تمام. طيب لو انا صاحب شبكة وعايز اشتغل على فتحة الوان بس هشتغل برود باند. انا صاحب شبكة وشغال برود باند وعايز ابرمج الجهاز يشتغل معايا برود باند. هنبرمجه ازاي؟ هنروح هنا زي ما احنا عملنا بالظبط.
بس كل اللي هنعمله ان احنا نغير الدي اتش سي بي نخليها برود باند. او لو انا صاحب شبكة وعايز اشتغل برضو على الوان برضو، بس عايز اثبت له ستاتيك اي بي ما يغيرش الاي بي بتاعه، هنعمل المود بتاعي هنا التايب بتاعتي بنخليها ستاتيك ونحط الاي بيات بتاعت الشبكة بتاعتي. طيب هنخليها برود باند كده، ونقول اليوزر نيم بتاعي مثلا 1 2 3 والباسورد 1 2 3 بس كده، ونقول له سيف. طبعا نفس اداة الوايرلس زي ما هي، مفيش جديد. هنيجي بس معايا هنا في الشبكة ونختار اليوزر بتاع السيكريت 1 2 3، الباسورد 1 2 3 على كده. نشوف هيشتغل معانا ولا لأ. برود باند، هنستنى نستنى نعمل كونكت برود باند. تمام، سحب معايا برود باند دلوقتي، شغال معايا برود باند. يعني انا لو دخلت على الجهاز دلوقتي شوف سحب نت ولا لا. تسجيل اه، عشان مثلا ايه ال جي 6000 انا كونكت عليها والباسورد 1 2 3 4 5 6. لا، باسورد. نجرب النت كده. طبعا انا شغال على الاكسس دلوقتي وايرلس مش سلك، يعني السلك هنا اهو هنفصل الوايرلس عشان نأكد بس ان احنا شغالين على وايرلس. فصلنا السلك، عملنا ديسكونكت للسلك، هنشتغل وايرلس اهو ال 6000 اللي هو اسم الشبكة اللي احنا عاملينه هنا اهو، اسم الشبكة الوايرلس، الوايرلس بتاعتي ال جي 6000. هنجرب النت. انا شغال دلوقتي برود باند. تمام كده معايا شغال برود باند. طيب هنرجعه تاني دي اتش سي بي. ايوه دي اتش سي بي، ونجرب هيشتغل معايا ولا لا. تمام كده دي اتش سي بي، نجرب النت معايا. شغال معايا نت برضه على الدي اتش سي بي. يبقى احنا جبنا ازاي هنشغله دي اتش سي بي، وازاي هنشغله برود باند لو انا شغال جوه بيت على فتحه الوان اللي هي الفتحه السوداء. يبقى كده تمام. اكسس بوينت على فتحه الوان بوضع دي اتش سي بي وبوضع البرود باند. طيب انا لو واحد بقى مش عايز اشتغل، انا واحد صاحب سيرفر وعايز اللي يشتغل معايا لازم تظهر له صفحه الهوت سبوت مثلا، عامل الجهاز ده اكسس بوينت في البيت، وكل واحد لازم يعمل كونكت لازم تطلع له صفحه الهوت سبوت. هنعملها ازاي؟ هقول لك يا سيدي. هتيجي هنا بيزك سيتنج نتورك، هنعمل الوان ديسيبل. خلاص انا مش عايز فتحه الوان حد يشتغل فيها خالص. تمام. لو انت عايز تخلي فتحة الوان كأنها فتحة لان عادية، ويبقى معاك بدل الأربعة بورت، يبقى معاك هنا بدل الأربعة بورت دول يبقى 5 بورت في فتحة الوان، ممكن تعلم على بريتش 1 دي، يبقى كده بقى معايا 5 بورت مش 4. وبعد كده هينزل هنا بقى الدي اتش سي بي بتاعي نعملها ديسيبل الدي اتش سي بي، عشان اللي يعمل كونكت يطلع له ايبيهات الشبكه بتاعتي مش ايبيهات الاكسس، او ما يعمليش كونفليكت برضو في الشبكه. ونفس اعدادات الشبكه هنا زي ما هي، كل الحكايه ان احنا هنشيل التشفير عشان اي حد يعمل كونكت يطلع له صفحتي على طول. ده بالنسبه للناس اللي شغالين هوت سبوت وعايزين اي حد يعمل كونكت على الاكسس يطلع له الصفحه بتاعتهم. نجرب بقى ونشوف. انا هرجع بس عشان افعل الهوت سبوت على المتفق عشان نجرب نفعل الهوت سبوت كده. اي حد المفروض يعمل كونكت معايا هيطلع له صفحة الهوت سبوت.
نشوف كده ال جي، احنا اسم الشبكة بتاعتنا ال جي، نعمل كونكت. تمام كده، اي حد عمل معايا كونكت هيطلع له صفحة هوت سبوت بتاعتي، واقدر يسجل دخول عادي كأنه مستخدم هوت سبوت عادي. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نسطبه هوت سبوت، ازاي نبرمجه على فتحة الوان، وبعد كده ازاي نبرمجه على لو انا عندي سيرفر هوت سبوت على الوان. زي ما قلنا الوان كل اللي بنعمله بنروح في البيزك سيتنج، نتورك. تاني احنا بنراجع تاني، احنا دلوقتي بنراجع تاني النتورك. ناخد 192.168.101. زي ما قلنا بنيجي على النتورك هنا في الوان سيتنج بنخليها ديسيبلد في كل حاجة، و اسم الشبكة اكسس بوينت زي ما احنا وكل حاجة، بس نشيل السكيورتي عشان اي حد يعمل كونكت يطلع له صفحة الهوت سبوت بتاعتي. ده بالنسبة للناس اللي شغالين على عايزين يشتغلوا على فتحة الوان او عندهم سيرفر هوت سبوت، واي حد يعمل كونكت يطلع له صفحة الهوت سبوت على طول. اما بالنسبة للناس اللي كانت شغالة برود باند، فاحنا زي ما قلنا بنشغل على فتحة الوان، وزي ما شفنا في البرمجة بتاعتنا. شكرا ليكم، ونتقابل في درس تاني ان شاء الله.